في يوم من الأيام جاء أحد المسلمين إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وسأله: ما تقول في الغناء؟ يقصد أحلال هو أم حرام؟ فأجابه ابن عباس أنه لا يقول عن شيء حرام إلا أن يكون ذكر في كتاب الله عز وجل أنه حرام، ولا يقول عن شيء أنه حلال إلا إذا ذكر في كتاب الله أنه حرام أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه رسالة لكل من يستحل أن يقول هذا حرام وهذا حلال، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، حيث يقول سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حرام وهذا حلال لتفتروا على الله الكذب إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فسأله الرجل: إذن هو حلال؟ فرد ابن عباس أنه أيضا لا يقول عن شيء أنه حلال إلا إذا ذكر في كتاب الله. فتعجب الرجل من الرد، ولكن سيدنا عبد الله بن عباس أراد أن يعلم الرجل هذه المسألة، فقال له: إذا جمع الحلال والحرام يوم القيامة فظنك في أي موضع يكون الغناء؟ فقال له الرجل دون تردد: سيكون عند الباطل. فقال له رضي الله عنه وارضاه: اذهب فقد أفتيت نفسك.